السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ نتمنى ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير، افضل الاحوال ان شاء الله. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا بدايه ديالي في فيديو جديد خصيصا على قناه فيفي بيوتي. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا كنبغي نشكر اي وحده دخلت ابونات عندي فلاشين تفاعل معايا وكتخلي لي تعاليق زوينه. كنبغي نشكركم بزاف 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 بزاف، وكنبغي نقول لكم بلي كنحبكم كامل وحده وحده. حاجه اخرى، الا كنتي اول مره كتشوفيني واول مره كنطلق لك، ما تنسيش دخلي لاشين، تفعلي زر الجرس باش ان شاء الله اجي نحطوصلك نتيا الاولى. وما تنسايش تضربي لي واحد اللايك، تخلي تعليق زوين باش هكا تشجعيني نبدا ونصور لك فيديوهات اخرين زوينين اكثر واكثر. البنات الفيديو اليوم كما قلت لكم راه مختلف على الفيديوهات اللي كنت كنصور لكم. غنخرجكم غنساليكم معايا ونشارك معكم لحظه بلحظه ان شاء الله باذن الله. ونتمنى يا ربي هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وتستمتعوا بكل لحظه كنصورها لكم، وفرجه ممتعه ان شاء الله. وحاجه اخرى البنات، كنت بين البنات هنا لي فاليز ديالي جمعتهم كما كتشوفوا. هادو هما لي فاليز اللي غادي ندي معايا، جمعت فيهم الحويجات ديالي. وينطلق العداد، والانطلاقه ديالنا غتكون البنات من مدينه مراكش مباشره للبلاد ديال راجلي. وهنا وصلنا واستقبلنا واحد الاستقبال اللي زوين بزاف. شربنا اتاي مع بعضياتنا، وصلنا وقت الغداء تغدينا مع بعضياتنا، دوزنا وقيت زوين صراحه عجبني بزاف. تما تعرفت على ناس جداد ظريفين بزاف، يعني تعرفت على لهجه جديده حيت فريمون الشلحه ديالهم مختلفه على الشلحه ديالنا. تعرفت على ثقافات جديده، يعني عادات ديالهم والتقاليد ديالهم والثقافه ديالهم مختلفه. سبحان الله على الثقافه ديالنا، واخا حنا من نفس البلاد ولكن سبحان الله كل منطقه يعني كتميز باللهجه ديالها، بالثقافه ديالها، بالتقاليد ديالها، بالعادات ديالها. واخا غير يكونوا اختلاف بسيط في مثلا في الكلمات في اللغه، فراه ضروري ما كتلقاي واحد الاختلاف. هنا البنات كنا غاديين عند جده راجلي باش نمشيو نزوروها، كاينه في واحد الدوار بعيد على الدوار ديال عائله راجلي. وهنا كما كتشوفوا وجدت راسي، وهنا كنوجدوا الطاكسي ديالنا ضروري البنات حيت مع تما بعيد وغنديو معنا الدراري الصغار، فضروري خاصنا الطاكسي اللي غتكون المساند الرسمي ديالنا باش تدينا حتى لعين المكان. هنا البنات انا ما ركبتش فوق الطاكسي حيت كنت خايفه ما كنعرفش نشد التوازن، داكشي علاش قررت انني نتمشى غير على رجيلاتي وندير شويه ديال السبور، ومن هانيت نستكشف المكان. هنا البنات كامل ملي كتشوفوا كل واحد والفيرما ديالو كانوا شحال هادي، يعني فاش كانت ما شاء الله كتصب الشتا كانت الدنيا كامله خضراء. كانت كل فيرما كيكون فيها الزيتون، كيزرعوا الخضره، كيزرعوا البصله، يعني جميع انواع الخضر كانوا ما كيشريوهاش، كانوا كيزرعوها وكيشيط لهم الخير كيمشيو بيعوه بالسواق. يعني ما شاء الله شوفوا دابا الدنيا كي ولات سبحان الله، يعني هنا كل شيء تبدل. شحال هادي راه كانت الدنيا كلها خضراء، فالله يرحمنا. هادشي اللي غادي نقول لكم. هنا البنات كنا كناكلوا الدجاج، بغيت نقول كنرشيو الدجاج، يعني بحال قلتي كنعطيه واحد الرشوه باش نقدروا اننا نشدوا واحد فيهم باش هو اللي غيكون الغدا ديال اليوم. قررنا البنات اليوم غنتغداو بالطاجين ديال الدجاج البلدي الاصلي. هنا البنات حطينا ليهم الماكله ديالهم، الدجاج ما دا ما جا بقى كياكل، وفي الاخر داك الفروج الابيض هو اللي تذبح ودرناه في الطاجين وتغدينا به. من بعد البنات كانت الوجهه ديالنا المدينه الصويره، مدينه الرياح. ودي صوره البنات صراحه هي مدينه زوينه مع احتراماتي لكاع الناس اللي ساكنين في مدينه الصويره، ولكن اللي ما عجبنيش فيها هو الجو ديالها خايب صراحه. انا كنت كنسمع بلي الصويره ديما فيها الريح، ولكن ما تخيلش انا يكون فيها البرد بزاف، وانا ما عمرناش ما دايش معايا حوايج البرد، دا معايا كلشي ديال الصيف حيت انا مشيت. وكاين الصهد، بلاد راجلي فيها الصهد، يعني ما كنتش عواله انني غنلقى البرد، يعني هنا تحنصرت ديال بصح. وكان واحد الريح اللي
ما نعاودش لكم جد بزاف يعني كيتعماو. عبيتي كتلصق فيا وهذا الشيء ما عجبنيش بتاتا يعني. مدينه يعني صويره زوينه ولكن يعني الجو ديالها خيبه صراحه، حيت ما كتقدرش انك تدور وتستمتع على خاطرك. هنا كما كتشوفوا كنت كنحاول انني نصور ولكن والو، الريح كيقول لي والله اختي لا صورتي غانوضي تقعدي. يعني فريمون البنات الريح عذبني في صويره. يعني الجو ديالها هادئ عجبني، هي مدينه صغيره يعني ما فيهاش بزاف ما يتشاف، لكن داكشي اللي فيها يعني زوين وصراحه ما نقولش لكم عجبني. هنا البنات كنا جالسين هنا انا وراجلي كنصور البحر، كنصور لكم البحر. هنا كانت شويه مطيح ليا التليفون حيت جالسه في ديك اللعيبه يعني عاليه، ديك الاطلاله. هنا كما قلت لكم كنصور لكم الغروب، كنصور لكم البحر. كان البحر هايج واحد شويه، يعني كيعجبني داك الاطلاله على البحر فاش كيكون يعني داك البرد، ولكن ماشي داك البرد اللي كاين في الصويره والعجاج، لا العجاج كاع ما خلاني انني تنستمتع بالشوفه ديال البحر. يعني كيكون واحد البرد شويه وداك الريح واحد شويه، يكون داك الريح شويه البرد واحد شويه، والمواج يكونوا هايجين. يعني البحر يكون هايج والمواج بزاف، يعني كيعجبني صراحه كيعجبني. وكنحس بواحد الطمأنينه، مع العلم انني انايا كنميل للطبيعه اكثر من البحر. يعني انا ماشي من محبين ديال البحر بزاف، كاينين الناس كيرتاحوا بزاف في البحر، يعني عادي يعني اكيد. يعني البحر كيعطيني واحد الهدوء واحد الطمأنينه وكيخليني انا نتكونسونطرا بزاف ديال الحوايج، ولكن كنرتاح اكثر في الطبيعه. يعني الطبيعه كتخليني نرتاح، كنحس بالطمأنينه اكثر من البحر، وكتخليني ننسى كاع الهموم وداكشي اللي عندي. صافي يا البنات، هنا انا باقي كنصور لكم البحر وكتصور لكم الاجواء باش تشوفوا معايا لقطه بلقطه وما نفوتكم من حتى شي حاجه. انتما هذه هي صويره باش الناس اللي بغاو يمشيو. كما قلت لكم هي مدينه عاديه، يعني ما فيهاش شي حاجه ما يتشاف، يعني نهار ولا يومين صافي اللي جا البركه. اما انا كنتعجب هذوك اللي كيجيو بعدا يجلسوا فيها، يعني يجلسوا فيها بزاف. وهنا البنات غادي نخليكم مع
بعدا البنات كانت الوجهه ديالنا لاكادير، مشينا لعند دارنا. وهنا البنات في الصباح بقينا غنمشيو مع بعضياتنا مجموعين للبحر. هنا كما كتشوفوا كما كنصور لكم شادين الطريق. نتوما قربنا نوصلوا تقريبا راه وصلنا للبحر. صراحه واحد الحاجه كتعجبني في اكادير مع العلم، يعني كنت ساكنه في اكادير وهذا ودارنا كلشي كاين في اكادير. يعني ما كنقولش هادشي حيت مدينتي، لا، حيت يعني اي واحد جا لاكادير غيقول لكم هادشي، ماشي غير انا. اكادير فيها واحد الجو زوين، واحد الجو يعني ما نعاودش لكم. هي ما فيهاش داك الصهد بزاف وما فيهاش داك البرد بزاف بحال صويره. مثلا جيتي نقارنوا بين صويره واكادير، اكيد صويره 1/10، اكادير 10/10. ماشي حيت مدينتي مع احتراماتي للناس ديال صويره، لا، حيت فريمون زوينه. هي ما كيكونش فيها داك الصهد مجهد، يكون فيها داك الجو، داك الضبابه، داك الجو المنعش، ولكن ما كيكونش داك الريح القوي اللي يعمي لك عينيك ويلصق فيك حوايجك وهذا، والبرد وهذا. سبحان الله، الجو ديالها ديما زوين، وديما المناخ ديالها معتدل، سواء في البرد سواء في الصيف. في الصيف ما كيكونش داك الصهد المجهد بزاف، وفي البرد ما كيكونش داك البرد بزاف. يعني المناخ ديالها ديما معتدل. هنا كما كتشوفوا معايا هبطنا مجموعين البحر. صراحه كان هذا واحد النهار زوين بزاف مع عائلتي ومع راجلي. داز واحد النهار اللي ما نعاودش لكم، سبيسيال بزاف وزوين بزاف. يعني واخا تكرفصنا ما لقيناش الباراسول في الاول، بقينا شحال عرفتوا شحال وحنا كنقلبوا على الباراسول، عاد ما لقينا. واحد الراجل كان جاي، يعني كان غير جاي البحر، ما كيكري لا لي باراسول لا حتى شي حاجه، وكان كيعوم هذا. يعني ما كان عنده واحد الباراسول وهذا وصافي خلاه لينا وكره لينا. يعني ماشي خلاه لينا، كره لينا. هو ما استفدش منه، يعني ما استفدش منه. صافي هو يكره لينا. وخا صراحه كان الباراسول شويه عيان وخفيف وكان كيديه لينا الريح، ولكن الحمد لله على كل حال، يعني قضينا الغرض كما كيقولوا. وصافي يا البنات، هنا في العشيه من بعد ما عاموا الناس اللي غيعوموا اما حنا المنقبات صافي راه ما كاين بوعوم. بالنسبه للبنات اللي غيقولوا لي ديك العبايه اللي ما كتلصقش، اللي دايره بحال البوركيني، هذيك البنات انا ما كنبغيش نعوم بها. حيت انا علاش انا غندخل البحر وغنعوم بواحد الحاجه دايره بحال الباش، دايره بحال الميكا، الماء كاع ما غيوصلني، يعني ما غنحس بالحلاوه ديال العومان. صافي داكشي علاش اللهم نجلس بلاصتي، نجلس ليا ونحضي لهم الحويجات اللي بغى يمشي يعوم صافي، ولا يجعل البركه. وهكا كان الفيديو ديال اليوم.